طبعًا كلنا شُفنا الحلقة المميزة اللي عملها إبراهيم فايق مع المهندس عادل القيعي ومع ميدو، مناظرة كانت مميزة جدًا، مناظرة جابت مشاهدات كتير جدًا، عملت انتشار كبير جدًا لبرنامج إبراهيم فايق الجديد بعد السقطة اللي عملها إبراهيم فايق باستضافته لرضا عبد العال هجاص الكرة المصرية قبليها بيوم. استطاع إبراهيم فايق إن هو يصحح الخطأ ده بسرعة ويستضيف المهندس عدلي القيعي ويستضيف ميدو في مناظرة كسبها المهندس عادل القيعي باقتدار، وأظن أغلب الجمهور متفق معايا ان المهندس عادل القيعي كسب المناظره دي باقتدار. ومن الاخر كده يا جماعه المهندس عادل القيعي علم على ميدو، المهندس عادل القيعي غسل ميدو، خد ميدو غسيل ومكوى، وميدو ما عرفش يصد خالص مع المهندس عادل القيعي بسبب ردوده المنطقيه والدلائل والحقائق اللي كان بيجيبها المهندس عادل القيعي اللي ما قدرش ميدو ان هو يصمد قصادها. كل الادعاءات الزملكاويه اللي بيدعوها الزملكاويه بالمظلوميه وان الدوله بتجامل الاهلي وان النادي الاهلي ليه هو نادي القرن وان النادي الاهلي بيتجامل في التحكيم، كل ده رد عليه المهندس عادل القيعي. موضوع نادي القرن رد عليه المهندس عادل القيعي. موضوع البث والرعايات وليه النادي الاهلي البث بتاعه والرعايه بتاعته اكبر من نادي الزمالك برضه رد عليه باقتدار المهندس عادل القيعي. من الاخر يا جماعه المهندس عادل القيعي شطف ميدو. انا هنا بقى في الحلقه دي مش طالع اقول لك او طالع ارد على ميدو خالص، لان المهندس عادل القيعي قام بالواجب وزياده. انا هنا طالع ابين لك التناقض في تصريحات ميدو نفسه. يعني ميدو يا جماعه في الحلقه دي كان بيقول التصريح وبعدها بدقيقه او اقل من دقيقه يقول عكسه تماما. يعني مثلا في بدايه الحلقه ميدو كان حاطط منديل في جيبه، المهندس عادل القيعي بيساله ايه المنديل ده مرسوم عليه ايه. ميدو طلع المنديل ووراه لمصر كلها. المنديل ده طلع مرسوم عليه البلجيكي اليهودي مرزباخ مؤسس نادي الزمالك. انت كواحد زملكاوي معتز بمرزباخ علشان اسس النادي اللي انت بتشجعه، دي حاجه ترجع لك انت حر فيها. لكن ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص تكون انت بتعتز بالبلجيكي اليهودي مرزباخ مؤسس نادي الزمالك وتطلع بعديها باقل من نص دقيقه تدعي ان نادي الزمالك هو نادي الوطنيه. طب ازاي؟ ايه التناقض ده؟ ما هو هنا كده في تناقض. ما ينفعش يبقى نادي الزمالك نادي الوطنيه والمؤسس بتاعه بلجيكي يهودي. ما ينفعش خالص يبقى نادي الزمالك نادي الوطنيه. طب انت تعرف يا ميدو ان مرزباخ ده لما اسس نادي الزمالك كان نادي الزمالك اسمه نادي المختلط، وكان نادي الزمالك ممنوع دخول المصريين ليه. كان ممنوع على المصريين ان هم يخشوا نادي الزمالك يا جماعه. كان نادي الزمالك ده للاجانب فقط. ده جاي انت دلوقتي تدعي ان نادي الزمالك هو نادي الوطنيه. التصريح التاني اللي قاله ميدو برضو اللي فيه تناقض كبير جدا. ميدو قال لك انا نفسي الاجيال اللي جايه من مشجعين نادي الزمالك يتنازلوا عن فكره المظلوميه وما يقتنعوش بفكره المظلوميه اللي بيتعرض لها نادي الزمالك. ده فكر كويس جدا على فكره وتصريح موفق جدا من ميدو وانا معاه في النقطه دي. بداية نهضة نادي الزمالك يا جماعة إن جمهور نادي الزمالك ينسى قصة المظلومية ويبتدي يشتغل على ناديه وتطوير ناديه. كده نادي الزمالك ممكن يقدر ينجح وممكن كمان ينافس النادي الأهلي. لكن طول ما أنت بتدعي المظلومية عمرك ما هتوصل لحاجة، لأن أنت دايما عايش دور المظلوم. ميدو طلع قال لك بقى أنا مش عايز جمهور الزمالك يعيش دور المظلوم ويسيبوا الدور ده خالص ويركز في تطوير ناديه زي النادي الأهلي ما بيعمل. شابوه للتصريح ده، تصريح موفق جدا من ميدو وانا معاه 100%. بس برضه مفيش بعدها بدقيقه ميدو نفسه اللي قال التصريح ده هو اللي طول الحلقه بيدعي المظلوميه وبيدعي ان نادي الزمالك بيتظلم وبيدعي ان الدوله بتجامل نادي الزمالك النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك، وبيدعي ان شركات الرعاه وبيدعي ان البث بيجاملوا فيه النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك. يعني انت منين بتطالب الاجيال بتاعت نادي الزمالك ان هي تبطل تقتنع بقصه المظلوميه اللي بيتعرض لها نادي الزمالك، وفي نفس الحلقه انت نفسك عمال تدعي ان نادي الزمالك بيتعرض لمظلوميه قصاد النادي الاهلي؟ ازاي يا جماعه؟ برضو تصريح متناقض جدا. الرعايه، ميدو طلع قال لك على الرعايه ان النادي الاهلي فعلا يستحق الرعايه الاكبر في مصر عن نادي الزمالك. يعني ده اعتراف رسمي من ميدو ان النادي الاهلي يستحق ياخد رعايه اكتر من نادي الزمالك. ميدو نفسه اللي قال التصريح ده مفيش بعدها بكام دقيقة طلع يتكلم عن مجاملة وكالة الأهرام للإعلان لما كانت بترعى النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي. طلع يتكلم عن المجاملة في حين إن هو إن اللي لسه من شوية كان بيقول إن النادي الأهلي يستحق الرعاية الأكبر في مصر. منين النادي الأهلي يستحق الرعاية الأكبر في مصر؟ ومنين وكالة الأهرام للإعلام بتجامل النادي الأهلي في عقود الرعاية اللي كانت بتديها للنادي الأهلي، وبتتهم حسن حمدي بالتواطؤ لأنه كان رئيس النادي الأهلي وكان رئيس
وكالة الأهرام للإعلان. كل ده يا جماعة تصريحات متناقضة من ميدو بدون حتى المهندس عادل القيعي ما يرد عليها، هو نفسه بيقول تصريح وعكسه في الحلقة نفسها يا جماعة. تعالى بقى أكلمك على آخر نقطة. ميدو في قصة نادي القرن قال لك إيه يا سيدي؟ قال لك إن عيسى حياته ده راجل فاسد، واتهم عيسى حياته بالفساد، علشان كده النادي الأهلي هو اللي خد لقب نادي القرن. بس أنا عايز أفكرك يا ميدو بحاجة مهمة جدا. كل بطولات دوري أبطال أفريقيا اللي خدها نادي الزمالك في عهد عيسى حياته. اقنعني أنت بقى، طالما أنت واخد 5 بطولات أفريقية في عهد عيسى حياته، 5 دوري أبطال أفريقيا في عهد عيسى حياته، إزاي عيسى حياته هيجامل النادي الأهلي في قصة نادي القرن؟ طب ما هو لو عايز يجامل النادي الأهلي في قصة نادي القرن، ليه هيخليك تاخد 5 بطولات أفريقية؟ ما كان عطلك، ما هو راجل فاسد بقى، ما كان عطلك ما يخليكش تاخد 5 بطولات أفريقية. تمام، وهيبقى النادي الاهلي نادي القرن عشان انت مش هتاخد كل البطولات دي. فاهمين يا جماعه؟ برضو التصريح وعكسه يا جماعه. ميدو يا جماعه واضح انه ما كانش مركز اصلا في المناظره دي، علشان كده بقول لك ان المهندس عادل القطيعي اكتسح ميدو، وميدو ما عرفش يصد معاه خالص، لان ميدو نفسه كان بيقول التصريح وعكسه. السلام عليكم.